عندك كاوتش عربيتك بيتاكل والعربيه بتعوم معاك وبتحدف وبتسمع صوت تزييق، تعال اقول لك السبب ايه. بصوا يا جماعه، قلنا كتير جدا في فيديوهاتنا بلاش تأهمل في عفشه عربيتك. هتأهمل في عفشه عربيتك هتلاقي العربيه معاك صرفت كتير. النهارده العربيه دي معانا عربيه كده كانت 2010، والعربيه دي كانت كاوتش بسبب ايه؟ بسبب جلب المقصات. فيها ايه بقى؟ فيها عدم ثبات، وفيها تزييق مع الطلوع والنزول في المطبات، وفي حادثه، وفي طقطقه وتخبيط. بسبب ايه؟ تعالى بقى بص كده، دي جلبه، تعالى صور هنا كده يا هشام. بص دي جلبه المقص الايه؟ الصغيره، زي ما انتم شايفين كده بتتحرك كلها ايه؟ ازاي؟ بصوا ده طبعا لو انا اديتها دقه كده الجلبه هتنزل من مكانها اهو. بصوا يا جماعه، دي الجلبه طلعت من مكانها. طب انا دلوقتي دي الجلبه الصغيره، عندي الجلبه الكبيره. تعالى بص برضك اهو. طبعا العربيه من 2010. بص دي الجلب الاصلي اللي راكبه في العربيه اهي، كيا هونداي. من ساعه ما العربيه يعني بقى لها كام سنه، احنا دخلنا دلوقتي في 15 سنه، صاحب العربيه ما رجعش على العفشه دي نهائيا ولا جه حط فيها مسمار. بصوا اطلع اطلع اطلع، بص الجلبه، بص الجلبه متفرتكه ازاي. يعني الجلبه حتى متشققه من كل الايه؟ من كل الاتجاهات. بصوا اهو، بصوا الجلبه، بصوا الجلبه، مفيش ايه؟ مفيش عندي جلبه خالص. تعالى بقى ايه؟ قلنا دي الجلب المقصات هي اللي عامله لك عدم الثبات، عدم الثبات او العومان والحدفه، وهتخلي العربيه تاخد معاك كاوتش. تعالى بقى بص هنا كده، تعالى ده بيض المقص. بيض المقص يا جماعه، بص البيضه بتدقر ازاي. بصوا سمعتوا الطقه دي؟ ولما تيجي تحركها كده بتحركها سنه كده وسنه كده، تعمل معاك صوت ايه؟ صوت طقطقه وتزييق مع اللفه يمين وشمال. بصوا يا رب، انا هقرب على المايك اهو، ما اعرفش الصوت واضح ولا لا. وبرضك نفس القصه فين؟ في الاتياش. هات الاتيشين اللي عندك، بص هوريكم الاتياش، علشان الاتياش هتعمل معاك تزييق مع اللفه يمين وشمال. بصوا يا جماعه دي الاتياش اهي، بصوا الاتياش العربيه دي ما اتعملش فيها حرفيا. بصوا هنا برضك اهو، هسمعكم بقى الصوت عشان هنا في التيش الصوت واضح شويه اهو. يا رب ايه، ما اعرفش الصوت واضح معاكم في الفيديو ولا لا، بس الصوت واضح عندي جدا اهو. ده يعمل معاك ايه؟ يعمل معاك طقطقه مع اللفه يمين وشمال وتزييق. يبقى هتراجع، عندك عدم ثبات هتراجع على الجلب المقصات، عندك تزييق مع الطلوع والنزول هتراجع على جلب المقصات وكاوتش الميزان، عندك تزييق مع اللفه يمين وشمال هتراجع على دياش وبيض المقص والبراز الداخلي والخارجي. وبعد ما تعمل الشغل ده لازم 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 تراجع على الجهاز الزوايا علشان عربيتك ما تاكلش كاوتش، لانها ممكن تكون ظبطت نفسها على الوضع القديم، فالعربيه تيجي انت تركب جلب المقصات وتراجع على العفشه، العربيه تبقى عجله فاتحه منك، عجله قافله منك، تمشي بالعربيه تاكل منك ايه؟ تاكل منك كاوتش. اعملوا لنا لايك يا جماعه.